رمزي في العالم مهمة، كيف يمكن لهذه المؤسسات أن تلعب دورها؟ هذه نقطة هامة جدا، خصوصا أن بعض رجال الدين للأسف الشديد، بعض المؤسسات ارتضوا أنه يكون صوت رجال الدين المنتسبين إلى داعش أعلى من صوتهم وأكثر تأثيرا. أقول ما المطلوب من هذه المؤسسات المعتدلة اليوم؟ لأنه داعش يهدد الجميع، يهدد حتى الإسلام نفسه كفكر وعقيدة، يهدد المسلمين، يهدد البلدان، يهدد السلم العالمي. أستاذ هاني. بداية دعني أرحب بحضرتك وبضيفك الكريم الشيخ خالد الذي أمتعني بتحليله لهذه القضية الهامة التي نعاني بها في وطننا العربي. بادئ ذي بدء، للأسف هذه المؤسسات الدينية الفاعلة في مجتمعنا العربي، للأسف الحكومات العربية المتعاقبة لم تجعل لها نوع من أنواع الاستقلالية الفكرية والمالية التي تؤدي بها إلى دور منوط في المجتمع وبنائه بشكل جيد. ولهذا ضعف هذه المؤسسات أدى إلى ظهور العديد من الجماعات الإرهابية المتطرفة العديدة والمتغيرة عبر سنوات عديدة منذ مطلع القرن الماضي. هذه الجماعات للأسف توغلت وتغلغلت في المجتمع فكريا بشكل سيء جدا بسبب غياب دور هذه المؤسسات الفاعلة، سواء كان الأزهر الشريف في مصر أو جماعة أهل السنة والجماعة في العراق، أو للأسف كمان دار الإفتاء العلمية في السعودية. هذه المؤسسات يجب أن تنهض مرة أخرى وأن يكون لها دور فاعل في المجتمع العربي بشكل إيجابي. ينوط هذا الدور إليها ببعض الإجراءات الآنية الحالية الفاعلة التي يجب أن تعود منصتها. أولا، اعتلاء المنابر الإسلامية لمن هم بالفعل يصورون الإسلام بوسطياته الحقيقية والصحيحة، والتي يجب أن تكون حائط صد فكري أمام هذه الجماعات الإرهابية المتطرفة. اثنين، تحرير واستقلالية هذه المؤسسات عن الحكومات العربية المختلفة حتى تفرز إلينا من هم الأفضل وليس لمن هم الأقرب للسلطة. ثلاثة، أن يكون هذه المؤسسات لها آلة إعلامية حقيقية تصل إلى كل أفراد المجتمع المصري والعربي على السواء، حتى تضع أفكارها الإيجابية أمام الشباب المغرر بهم من هذه الأفكار المتطرفة. طيب. لك أن تعلم أن تنظيم داعش استغل وسائل الاتصال المختلفة من الفيسبوك والتويتر والإنترنت في بث أفكاره السلبية إلى شبابنا في كل أطراف الوطن العربي. وهذا ما نشاهده الآن، أن المجموعات الإرهابية المنضمة لتنظيم داعش للأسف تتكون من كل أفراد الوطن العربي المختلف فضلا عن المجتمع الغربي أيضا، في حين أن هذه المؤسسات القديمة التي لها ثقل ديني ومصداقية لدى المواطن العربي على السواء للأسف لم يكن لها أي نوع من أنواع التواجد الإعلامي الجيد أمام هذا التنظيم الإرهابي. يجب أن يكون لهذه المؤسسات دور إعلامي جيد من خلال القنوات الرسمية. القنوات هنا أستاذ هاني، هنا أيضا مشكلة يعني في قضية المنابر المتاحة للشخصيات الإسلامية، أيضا حتى موضوع القنوات الفضائية ووسائل الإعلام أيضا جرى تجييره لخدمة هذه التنظيمات الإرهابية. عنده فيديو قصير أيضا أستمع إلى